زوجتك أو والدتك أو ينطبق على كل العالم، ينطبق على العالم سيدتي هذا الأمر، حتى وإن لم أقبله أنا هو أمر موجود في الواقع اليوم. لا تقبل أو لا تقبل، أريد أن أعرف أنت من يعني تنظر له، هل تقبل عمليا أم لا؟ أنا أقبل بأن تحترم حرية كل كائن على وجه هذه الأرض، وأختك لديها حرية في ما تدعو إليه، هل تحترم حريتها؟ أنا أقبل بأن تمارس أختي وأمي وابنتي حريتهما مثل ما يبدو لهما ذلك ملائما، ويجب أن نصل إلى هذه الشجاعة. مجتمعاتنا العربية الخائفة من هذه الحرية يجب أن تصل إلى قناعة أننا سوف نمرض مزيدا من المرض، أكثر من العلل التي نعانيها اليوم، إذا ما وصلنا رعاية هذا الكبت بهذه الطريقة الخائفة والمتشنجة والمتوترة والموتورة. حريتنا شيء ضروري، هو قدر لهذه المجتمعات، إن كان على المستوى السياسي، إن كان على المستوى الاقتصادي، إن كان على المستوى القيمي. لا يمكن أن نطالب اليوم بتحرير كل الميادين العربية وبتحقيق الحرية السياسية ونحن خائفون من أجسادنا سيدتي، ونحن نفرض على أناس يعني أن يختفوا لكي يمارسوا جريمة الحب سيدتي. نعم، ولكن هناك الكثير من القضايا ربما التي تهم هذه المجتمعات، خاصة اليوم نحن في زمن الثورات العربية والانتفاضات والحراك في الشارع. هل هذه أولوية الآن في هذا الوقت برأيك لتتداعى الفعاليات الحقوقية والعلمانية وتبحث في هذا الموضوع؟ الحرية كل لا يتجزأ، الحرية كل لا يتجزأ. لا يمكن لمجتمع أن يتحرر سياسيا وهو مريض جنسيا، وهو يعاني في نفاق وخوف واحتشام من أمراضه الجنسية الأولية التي تمس كل واحد منا. كل الظواهر التي ترينها كبيرة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، ولا أتحدث عن المغرب وحده، في كل مجتمعاتنا العربية الإسلامية يجب أن نبحث لها عن سبب في عقدة الكبت الموجودة التي نربيها في أجيالنا منذ الصغر. ولكن هذا مرض بحد ذاته يعتبر البعض، يعني تتحدث عن أمراض جنسية، ومن قال أنه بهذه الطرق يعني لا تنتقل أو لا تنتشر بشكل أكبر بكثير الأمراض الجنسية. لا أعتقد أنه عندما توفرين جوا من الحرية الكاملة توفرين معه جو المراقبة الطبية اللازمة والسليمة. العكس هو الذي يحصل اليوم، الناس تمارس كل شيء في السر وتمرض في السر وتخشى الذهاب إلى الطبيب في السر وتموت في السر سيدتي. لأنه لا نضمن استخدام هذه الحرية، ربما لا نستطيع أن